نحن بمعهد صغارتا الفني الرسمي مركز إيواء لأهلنا بالجنوب اللي تهجروا من وراء القصف العشوائي للعدو الإسرائيلي. نحن هون بلشنا المركز من أول النهار بتوجيهات من سعادة المديرة العامة دكتورة هنادي بري اللي عم ندل عدول على تواصل يومي معه وعم نتأمن كافة المستلزمات اللي ممكن نقدر نأمنها. كمان نحن من اول النهار قدرنا مع الشؤون الاجتماعيه نستقبل بحدود ال 120 عائله كحد اقصى، نظرا للامكانيات كانت القليله اللي عم توصلنا. نحن اليوم نحوي على 280 تقريبا قابل للزياده شخص و80 عائله، وهذا كله بيعود الفضل للدعم اللي وصلنا ان كان من الجمعيات كلياتها وخاصة ديار المردة اللي كان هو السند بهذا المركز، وقدر أملنا الحاجيات الأساسية والضرورية تنقدر نستقبل هالعدد الكبير من أهلنا. سامر الفرنجية عضو خلية أزمة ديار المردة. نحن من فترة وجيزة طلعنا معهد صغارتا الفني تنساعد أهلنا من الجنوب. عم نحرص على تأمين حاجاتهم. أمنا كان في نقص فرشات، كان في نقص مخدات، بعد في شوي كمان نقص، بس في نقص كان حرامات. حرصنا انه يكون كل شيء تمام. عم نجهز المدرسة نساعد بموضوع المي السخنة، وعم نحرص انه نأمن حاجات كل اهلنا. من الضاحية برج البراج عشان هددوا المنطقة، يعني عشان هيك انه في خطر يعني علينا. حياة الناس اوكي، بس على بيتي لا، مش فرقانة معي. يعني مقابل لهالشباب اللي عم بتروح، نحن عنا يعني فيش مقارنة يعني بالنسبة لهالشيء. الله يحمي الشباب يا رب ويقويهم وينصرهم. من وين جايين يا عم؟ احنا جايين من منطقة سوق باب جبرة. ليه اخترتوا هون؟ ليه جيتوا لهون مش لأقرب؟ لأنه معودين لهون. ماشي الحال؟ عم بيأمنوا لكم كل احتياجاتكم؟ الحمد لله، الجماعة يعني دايرين عليهم دورنا.